السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ فيديو النهاردة بنقارن فيه بين بي اس 5 العادي وبي اس 5 برو اللي لسه نازل جديد من حيث المواصفات والأداء، ونشوف لو بي اس 5 برو أحسن من بي اس 5 العادي ولا مجرد أي كلام وحلب فلوس وخلاص. مستعدين؟ يلا نبدأ. بالنسبة للبي اس 5، الجهاز ده أول ما نزل سنة 2020 سوني عملت انقلاب في سوق الكونسول، يعني كانوا عايزين يقولوا احنا داخلين الجيل الجديد من أوسع أبوابه. البي اس 5 بيجي بمعالج AMD Zen 2 مع 8 أنوية وسرعة 3.5 جيجا هرتز، ده غير كارت الشاشة RDNA 2 اللي بيقدم 10.28 تيرا فلوبس. يمكن الأرقام دي تكون معقدة شوية، لكن ببساطة معناها إن الجهاز ده قوي جدا ومصمم عشان يشغل ألعاب الجيل الجديد بجودة عالية جدا. البي اس 5 كمان بيجي ب SSD سريع جدا بحجم 825 جيجا، وخلينا نكون صراحة مع بعض، ال SSD ده هو سبب كبير في نجاح الجهاز لأنه بيشغل الألعاب في ثواني معدودة. يعني لو فاكرين زمان كده لما كنا نستنى دقايق عشان اللعبة تفتح، الكلام ده بقى من الماضي. غير كده عندنا الدول سينس كنترولر اللي هو بمثابة تحفة فنية. التحكم ده بيضيف تجربة جديدة تماما للألعاب، يعني لما تلعب لعبة زي راتشيت اند كلانيك أو ريتورنال هتحس فعلا إنك جزء من اللعبة بسبب الهابتك فيدباك اللي بيخليك تحس بالتفاصيل الصغيرة جدا. طيب لحد هنا كل حاجة تمام صح؟ دلوقتي بقى نخش على البي اس 5 برو. الجهاز ده نزل كنسخة محسنة أو زي ما بيقولوا أبجريد للبي اس 5. الفرق الأساسي بين الجهازين بيبدأ من العتاد الداخلي. البي اس 5 برو بيجي معالج أسرع، جي بي يو اقوى وذاكره داخليه اكبر، ده غير انه بيدعم دقه 8K، ودي ميزه ناس كتير كانت مستنيه تشوفها. بس خليني اقول لك هنا مش كل اللي يلمع دهب. طيب ليه بقى في ناس كتيره قوي كارهه جهاز بي اس 5 برو ده؟ اول حاجه الالعاب الجديده اصلا بتشتغل كويس جدا على البي اس 5 العادي، يعني البرو ما اضافش حاجه ثوريه في تجربه الالعاب. خلونا ابسطها لكم اكتر. لما تلعب لعبه زي جود اوف وير راجناروك او لعبه ذا لاست اوف اس على البي اس 5 العادي، هتاخد اداء ممتاز جدا والفريمات هتبقى عاليه وجوده الرسومات هتبقى كويسه. فايه الفرق اللي يخليك تدفع فلوس اكتر؟ الاجابه ببساطه مفيش فرق كبير. تاني حاجه فكره دعم ال 8K او ال 8K. ايوه الكلام ده شكله حلو على الورق، لكن الحقيقه ان قليل جدا من الناس عندهم شاشات 8K. حتى اللي عنده شاشه 4K هيحس ان الاداء على البي اس 5 العادي اكتر من كافي. فوجود ميزه زي دي يعتبر طرف مش اكتر، ومش كل الناس مهتمه بيه. نيجي بقى لتالت نقطه وهي نقطة السعر. البي اس 5 برو بيجي بسعر أغلى من البي اس 5 العادي، يعني لو البي اس 5 العادي مثلا بيتباع ب $500، البرو هيكون في حدود 600 ل $700. الفكرة هنا إن ناس كتير حست إن سوني بتحاول تستغلهم، وبدل ما يركزوا على تطوير الألعاب أو تقديم خدمات جديدة ركزوا على إنهم يطلعوا نسخة محسنة بس عشان يكسبوا فلوس زيادة. كمان خلينا نكون واقعيين، سوني كانت تقدر تضيف تحسينات البرو في البي اس 5 العادي من الأول. يعني ليه استنى سنتين او 3 عشان اجيب جهاز محسن وانا اصلا عندي جهاز ممتاز بيعمل كل حاجه بشكل كويس؟ طب خليني اقول لك فين ممكن بقى البي اس 5 برو ده ممكن يكون مفيد بالنسبه لك او يمكن يكون له فايده. لو انت من الناس اللي بتدور على افضل اداء ممكن، يعني بتلعب العاب زي سايبر بانك باعلى اعدادات وعندك شاشه 8K او حتى شاشه 4K بريفريش رات عالي زي 120 جيجا هرتز، ممكن تلاقي ان البرو يستاهل معاك. لكن خليني اكون صريح، دي فئه قليله جدا من اللاعبين ومعظمنا مش هيحتاج الميزات دي. النقطه بقى اللي انا عايز اركز عليها هنا بقى فكره ان البي اس 5 العادي لسه قدام عمره طويل. الجهاز لسه في نص عمره الافتراضي ولسه في العاب كتيره هتنزل تدعمه بشكل كامل. حتى الشركات اللي بتطور الالعاب مش هتتخلى عن دعم البي اس 5 بسهوله، لان قاعده اللاعبين اللي معاه كبيره جدا. التلخيص ده كله ان البي اس 5 العادي جهاز ممتاز وسعره منطقي جدا مقارنه بالمميزات اللي بيقدمها. بالنسبه للبي اس 5 برو هو مجرد ابجريد او تحديث موجه لفئه معينه من اللاعبين، ومش كل الناس هتستفيد منه بشكل واضح. يعني بمعنى اصح كده زي ما تكون نزلت تحديث على البي اس 5 العادي بتاعك، بس لا دوت على بي اس 5 تاني غيره. ولو معاك البي اس 5 العادي ما تقلقش، مش هتحتاج تشتري البرو والجهاز بتاعك هيشغل كل الالعاب الجديده من غير اي مشاكل. في النهايه احب اسمع رايكم، هل انتوا شايفين البي اس 5 برو اضافه حقيقيه ولا هو مجرد محاوله من سوني انها تحلب السوق وبس؟ وبس يا جماعه، دي كانت حلقه النهارده بنقارن فيها بين البي اس 5 العادي والبي اس 5 برو من حيث المواصفات، وبنشوف اذا كان هو احسن منه ولا لا. واظن ان انتوا عرفتوا الاجابه. ما تنسوش تقولوا لنا رايكم تحت في التعليقات. طبعا برضو اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.